زي ناس كتيرة جدا تعبت واخدت دور البرد، واخدت كل الادوية اللي انتي شايفاها دي. في فيروس منتشر اليومين دول، وبدأت ان انا اخد كل الادوية، بس للأسف الشديد ما جابتش اي نتيجة. تعالي اقولك على وصفات التزمت بيها وكانت النتيجة هايلة. جبت برتقان كده وقشرته، قشرت القشرة الخارجية والقشرة البيضة، وثلاث جزرات غسلتهم وبرضو قشرت القشرة الخارجية، وبشيل الجزء اللي هو قدام ده ورا عشان انا مش عايزاه، وابدأ كده ان انا اقطعه شرايح رفيعة بالشكل ده. خلصت كل الكمية وجبت بقى حلة، ونزلت بالجزر بتاعي وحطيت فيه كوباية مية سخنة، وغطيته كده وسبته بقى يستوي على نار هادية. البرتقان ببدأ ان انا اشيل الجزء الابيض اللي فيه واقسمه كده على 4 تربع، واي بذراية فيه اشيله كده على جنب عشان ما يمررش معايا في العصير. خلصي كل الكمية بنفس التكنيك، اهم حاجة تشيل الجزء الابيض والبذر اللي جواه. وبعد كده اجيب الخلاط بتاعي وانزل بالبرتقان، وهنزل عليه بلتر من المية الساقعة عادي، واضربه في الخلاط، وهصفيه تماما بمصفى ضيقة بالشكل ده. خلصنا كل الكمية، انا عايزة العصير يبقى صافي تماما ما فيهوش اي قشور خالص. الجزر بتاعي استوى واتهرى تماما. اخر حبة بقى في عصير البرتقال بحط عليهم الجزر وبضربهم خالص، وبعد كده اصفيهم برضو كده. وبكده يبقى خلصنا الكمية بتاعتنا كلها. طبعا بقلبه، شايفة بقى لونه خطير ازاي. بحط له بقى نص ليمونة، عصير الليمون بتأكد برضو ان ما فيهوش بذر، وببدأ ان انا اعصره كده وهحليه بقى بالعسل الابيض. بكده انت خدتي قيمة غذائية وفيتامين سي. بصي بقى قوامه حلو ازاي. ابدأي بقى اشربي منه كل يوم كوباية كده. عايزة اقولك خطير، فيتامين سي وفيتامين د طبيعي. تعالي بقى الوصفة التانية، جبت بقى 2 كيلو جوافة. بدأت ان انا غسلتهم كويس جدا بالمية والخل، وقطعتهم ونزلت عليهم كده بلتر من المية، وحطيتهم في شفشق الخلاط وضربتهم وصفيتهم تماما من البذر اللي هو فيه. عايزة اقولك بقى يعني ولا ادوية جابت نتيجة غير الوصفات دي. نص عصرة ليمونة علشان طبعا العصير الجوافة فيه حديد ما يأكسدش، وحليته برضو بالعسل الأبيض. أحلى عصير جوافة طبيعي، فيتامين سي وفيتامين د، مقاوم للبرد، خطير. الوصفة بتاعتنا التالتة عبارة عن جنزبيل فريش وتلات ليمونات. بدأت ان انا اشيل القشرة الخارجية بالقشارة بالشكل ده، انا هحتاج واحدة بس. وبدأت ان انا اقطعها شرايح رفيعة خالص، وزي ما احنا عارفين ان الجنزبيل بيحارب الفيروسات بتاعة البرد. جبت بقى الليمون وقطعته نصين، وبدأت انزل بيه بمية سخنة، واحط شرايح الجنزبيل واعصر بقى الليمون بالشكل ده، واحليه بقى بالعسل الابيض. وصفة طبيعية هايلة. عايزة اقولك الثلاث وصفات التزمي بيهم، وصفات طبيعية بتقلل الالتهاب والبكتيريا وبترفع من المناعة، وبيحتوي على فيتامين سي طبيعي. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.